عليه الزكاة. طيب معي اتصال ثم أرجع إليكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل قال وسلم. تعالى في كتابه العزيز: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. نعم. صدق الله العلي العظيم. هل هذه الإمامة أو مرتبة الإمامة التي ذكرت في القرآن هي أعلى من مرتبة النبوة أو مختلفة عنها؟ هل هذا إيش؟ السؤال الأول. ما سؤالك الأول؟ السؤال الأول: هل هي هذه الإمامة التي ذكرت في القرآن تختلف عن مرتبة النبوة التي نالها إبراهيم عليه السلام؟ طيب اتفضل. السؤال الثاني. السؤال الثاني: الإمامة ذكر علماء أهل السنة أنها من أصول الدين. من الذي ذكر أنها من أصول الدين؟ كثير من علماء أهل السنة، الماوردي وابن تيمية وقال شمس الدين. نحن نتكلم عن الماوردي البغدادي الشافعي. طيب قال في الأحكام السلطانية: فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة وانتظمت به مصالح الأمة. فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة. جميل. هذا قول الأول له. أما القول الثاني في الجزء الأول صفحة 3: الإمامة موضوع للخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. طيب جميل. نحن نقول بهذا أخ فهد، سواء كان اسمك هذا أو ليس اسمك هذا لا يهمني، إنما أذكر لك كلمة يسيرة. هل ما نقلته الآن عن الماوردي هو نفس الذي يذكر عند الرافضة؟ يعني الماوردي يرى أنها ركن من أركان الدين وإن كل الأركان مبنية عليها؟ هل هذا كلام الماوردي؟ الإمامة عندنا واجب من واجبات الدين، صح، كلام مظبوط، لكن أنتم تقولون بأنها ركن من أركان الإيمان، أليس كذلك؟ نعم. طيب هذا الركن من أركان الإيمان لو أن الإنسان لم يأتي به فهو عندكم مؤمن أم كافر؟ كما هو عندكم كافر عندنا كافر. لا، ما تقولش كما عندكم. يعني أنت الآن في كتابك الذي نقلت منه في الأحكام السلطانية على ما فيه للماوردي، هل يقول لك الماوردي بأنه كافر؟ الماوردي جعل الإمامة أصلا من أصول الدين. يا أخي نحن نتكلم أحيانا بكلمة أصل. هذه العبارة تعني عندنا من واجبات الدين. الإمامة عندنا واجب حتى تنتظم حياة الناس، أما عندكم فهي ركن من أركان الإيمان. ألم يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإيمان حينما حدثه جبريل عليه السلام فقال ما الإيمان؟ هل النبي حينما أجاب عن الإيمان ذكر الإمامة؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هكذا أجاب الرسول صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله لما سئل عن الإسلام ذكر أركانا 5، هل ذكر منهم مسألة الإمامة؟ القرآن بين يديك. اتفضل. اتفضل. اسمح أخي علاء، القرآن الكريم صرح بأن الإمامة منزلة أو مرتبة مستقلة عن النبوة، ثم جاء علماء أهل السنة منهم ابن حجر الهيثمي والنووي والطحاوي قالوا إن من أنكر إمامة أبي بكر فهو كافر. هذا قاله ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة الجزء الأول صفحة 139. قال من أنكر إمامة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر. أما الطحاوي قال في حاشيته على المراقي فصل في بيان الأحق بالإمامة: ومن أنكر خلافة الصديق كافر. وأما زين الدين الحنفي ابن النجيم قال إن من أنكر خلافة الصديق كافر. وأما النووي الشافعي أبو زكريا صاحب شرح صحيح مسلم أعتقد ثم من كفر من أهل البدع قال من أنكر إمامة أبي بكر رضي الله عنه يا أخ فهد نعم. أنا أتكلم في واد وأنت تتكلم في واد آخر، وكنت أتمنى أن أنت تكون معي واضحا في الكلام حتى في اسمك
الذي ادعيته. لو ذكرت اسمك الحقيقي سندخلك، لو ذكرت أي اسم سندخلك، لا. ولا حرج عندي في الاسم. اسمع، أنا أعرفك وأعرف صوتك. اسمع ماذا سأقول لك. في فرق عندنا بين ما تذكره الآن وما يذكره الرافضة أو ما يذكره الشيعة. أنا سألتك سؤالا وأريد منك أن تجيبني عليه. أنت تقول بأن الإمام ركن من أركان الإيمان، أليس كذلك؟ من أركان الدين، نعم. طيب، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإيمان، هل قال بأن الإمام ركن من أركان الدين أو ركن من أركان الإسلام؟ هل قال هذا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أجيبك؟ أيوة، أنا منتظر كلاما من رسول الله، منتظر كلاما من القرآن الكريم. اتفضل. نعم أخي علاء، قبل أن أتكلم في هذا الموضوع ذكرت على اسمي، أنا أبو زيد معك. أنا أعرف هذا. ولكن نعم أعلم أنا، ولكن الأخوة في الكنترول تكلم معي تقريبا 3 دقائق، ولا 3 مكالمات اتصلت عليهم، سدوا سخط في وجهي 3 مكالمات. يا أبا زيد، أنت تتصل علي كثيرا، هل منعناك مرة أن تدخل يا أبا زيد؟ كنت أنا أتصل عليك وأجعل القناة تتصل عليك، أليس كذلك يا أبا زيد؟ جزاك الله. وعلى كل اجعل موضوعنا الآن في المسألة. هل عندك شيء من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول بأن الإمام ركن من أركان الإيمان؟ تفضل. عندي من القرآن. يلا تفضل. في البداية من القرآن، عندما سألتك عن الإمامة المذكورة في قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، إبراهيم عليه السلام نال النبوة ثم بعدها ارتقى إلى مرتبة الإمامة، لذلك أصبحت مرتبة الإمامة ركنا وأصلا. عارف معنى تقول بعدها نال النبوة ثم ارتقى إلى الإمامة؟ أتدري ما معناها؟ معناها أن الإمامة أعظم من النبوة. معناها أن الإمامة أعظم من النبوة. هل عندك في القرآن أو السنة ما يدل على أن الإمامة أعظم من النبوة؟ نعم. هذه الآية عندما أين وجه الدلالة فيها يا أبا زيد؟ أين وجه الدلالة فيها؟ وجه الدلالة إني جاعلك للناس إماما، هل قالها رب العالمين لإبراهيم عليه السلام بعد إن كان نبيا أم قبل إن كان نبيا لم يكن نبيا؟ هذا السؤال موجه لك. طيب، إن كان السؤال موجها لي، هل الأنبياء يقتدى بهم أم لا يقتدى بهم يا أبا زيد؟ طبعا أحد شروط الإمامة هو الاقتداء بهم. يا أبا زيد، أنا أسألك سؤالا بارك الله فيك، الأنبياء يقتدى بهم أم لا يقتدى بهم؟ يقتدى بهم طبعا. جميل، لأن الله ذكر في سورة الأنعام بعد أن ذكر 18 نبيا قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. كلمة إمام يعني يقتدى به، وأي نبي من الأنبياء يقتدى به. فكلمة إني جاعلك للناس إماما أي أن الله تبارك وتعالى جعل إبراهيم يقتدى به. فكم من فعلة فعلها إبراهيم جعلها رب العالمين لنا قدوة، حتى ذكر لنبينا عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. واختص الله تبارك وتعالى إبراهيم بمنزلة عظيمة، ألا وهي منزلة الخلة، وهي أخص من المحبة. فهل كلامك إن الإمام أعظم، اسمعني يا أبا زيد، الإمام أعظم من النبي، الإمام أعظم من النبي ودرجة أعلى من النبي، يعني أنت عندك تقول. شوف، أنا حينما تتكلم يا أبا زيد لا أقاطعك، اسمع مني سؤالي حتى تعرف ما أريد أن أقول. أنت يا أبا زيد اسمع مني حتى أسمع منك، اسمع مني. لكنك قلت يقتدى به، إذا تقول يقتدى به يعني عندما كان نبيا قبل أن يكون إماما يعني أنه لم يقتدى به، فهذا لا كيف يكون الكلام؟